ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن فيلم قلب شكل الكوميديا في مصر، فيلم سمير وشهير وبهير. وفعلا ليه بنقول عليه من اهم واجمد الافلام اللي قدمت كوميديا مختلفه. تعالوا نبدا ونفهم مع بعض. اول حاجه بنشوف تقديم الشخصيات، وبنبدا بسمير، شاب شغال كومبارس في افلام السقا وبيقلده في كل تفاصيله حرفيا، واللي بنعرفه منه برضو ان هو كومبارس فاشل. يعني احنا قدام واحد مش عايز يعيش حياته وعايز يبقى كوبي بيست من السقا مش اكتر. بعده بنتعرف على شهير واللي الكاميرا بتقدمه كانه شاب روش جدا. المشهد دوت بيسخر من التقديمات الاوفر بتاعت افلام زمان. اما بقى بهير فده مختلف عنهم خالص، مش شاف حد من اللي حواليه وبيعامل الفلاحين اللي عندهم كانهم قطع بولينج. شخصيه بتمثل فيها عايشه في عالم لوحدها، هو حرفيا فقاعه من الرفاهيه واللامبالاه. الثلاث شخصيات دي بتمثل ثلاث طبقات في المجتمع، بس بذكاء بيخليك تضحك عليهم من غير ما تحس انك بتتريق اصلا. الثلاثه بيجتمعوا مع بعض علشان يشتغلوا على مشروع التخرج، والثلاثه اصلا اخوات بس من مختلفه، وعلشان كده هم بيكرهوا بعض جدا. فلما بيختاروهم في مشروع التخرج بيقرروا انهم يسرقوا فكره مشروع قديم من دكتور اسمه دكتور بسيط، ولكن كالعاده الفشله بيدوس على زر غلط والجهاز بيشتغل وبيرجعهم للزمن فجأة. من اللحظة دي الفيلم بينقلنا من مجرد تهريج لكوميديا مبنية على مفارقات الزمن. المهم لما بهير بيخرج عشان يكتشف اللي حصل بيلاقي ان الموضة القديمة رجعت، بس هم لحد دلوقتي ما يعرفوش ان هم رجعوا بالزمن، فده بيديك احساس انك عارف حاجة هم مش عارفينها، وده بيجيب ضحك كتير جدا. المهم لما بيخرجوا بره في الشارع بيلاقوا ان في رحلة بنص جنيه شاملة كل حاجة، وهنا برضو بيتريقوا على الاسعار. وبعدها بيتمشوا شوية وبيلاقي ان في مظاهرات معمولة علشان خاطر اللحمة ب 60 قرش، وكيلو لحمة اصلا وقت نزول الفيلم كان بحوالي 40 جنيه، اسعار مضحكه دلوقتي بصراحه. فبيروحوا يشربوا سبيروس باتس، ولما بيجوا يحاسبوا الراجل بتيجي هنا التناقض في شكل العملات، فالراجل فاكرهم بينصبوا عليه. فطبعا بهير عمل حركه صحيحه جدا واداله ايحاء ان هو يعرف يحل الموضوع، وبياخد ال 20 جنيه ويجري. المهم ان سمير بيروح يجيب العربيه بتاعته وبيروحوا بيها على الماضي، فبيكتشفوا بقى ان اليوم دوت هو اليوم اللي ابوهم اتعرف فيه على امهاتهم، فكل واحد بيكون عايز يروح لامه، ولكن سمير بتعالي وبتكبر بيفضل يرزع في العربيه لحد لما العربيه بتنزل وبتدشتش 80 حته. المهم سمير بيروح لدكتور بصير وبيكتشف انه بيتضرب، مع انه اصلا كان قايل لهم ان هو كان شوح وبلطجي ومحدش بيعرف يعمل معاه حاجه. المهم يعني ان هو بيشرح اللي حصل له، اللي حصل وهو فعلا بيقتنع. في الجانب التاني بنروح لشهير اللي بيروح علشان خاطر يستقبل ابوه في المطار، لكن ابوه بيعدي من جنبه ولا كانه شايفه اصلا، وده لانه ما يعرفوش. وعلى الجانب الثالث بهير بيحكي كل تفاصيل الحفله لامه وبتعجب بيه. مع الوقت الثلاثه بيتفتح لهم باب شغل، يعني مثلا سمير اتفتح له باب التمثيل، وشهير بقى بيبيع كلمات لعبد الحليم، وبهير شغال في مشروع البوكسيرات مع جده. وهنا الفيلم طبعا لازم يربطهم ببعض، فسمير بيتخانق مع ابوه علشان خاطر كان بيعاكس امه، وبعدها اتسجن. وشهير برضو اتسجن بتهمه التعدي على عبد الحليم حافظ، وبهير برضو اتسجن لان هم اعتقدوا انه معاه باسبور مزور. فبيروح للدكتور بصير وبيقول لهم ان هم لازم يمشوا الدنيا طبيعيه خالص عشان خاطر في المستقبل يكونوا موجودين. كلهم بيتفقوا بس سمير هو الخبيث اللي فيهم. سمير بيقرر انه يبوظ موضوع الجوازه مع ام شهير وبهير عشان خاطر ما يبقوش موجودين معاه في المستقبل، بس طبعا هم بيكونوا قاطعين عليه وبيعرفوا ان هو كان عايز يعمل كده، فبيقرروا هم الثلاثه انه ما يغدروش ببعض. وبيجي مشهد كده برضه بيموتني ضحك لعبد الحليم حافظ وهو بيغني العنب. انا بالنسبه لي لو كان الفيلم اتعمل دلوقتي كانوا ممكن يغني البابلو او يغني الويجز، ودي حاجه كانت هتوقع ضحك بصراحه. فشهير بيطلق سميره بالثلاثه علشان يجيب محلل، والمحلل ده طبعا بيكون ابوه، هو بيعمل كده عشان يمشي الدنيا طبيعيه وعشان خاطر ما حدش فيهم يتاذي في المستقبل. وبهير بيفهم امه انه ملاك عشان خاطر يخلع منها. فخلاص كده المهمه تمت، والمفروض كده ان هم يرجعوا، بس طبعا الامور مش تمشي معاهم عدله، بالغلط بيروح زمن الفراعنه، وبكده يكون الفيلم خلص وجه الوقت ان احنا نراجعه مع بعض. بالنسبه لي الفيلم دوت غير شكل الكوميديا في مصر، وده لان الثلاثي كان بيعتمد على المواقف اكتر من الافيهات السريعه، فده بيخلي الضحك بيبقى اكتر، بيبقى محفوظ في الدماغ مش مجرد افيه بيترمي وخلاص. وبرده لان موضوع السف بالنسبه لهم كان جديد، زي انك تسف على اثار او انك تسف على موضه قديمه او اسعار، كانت جايبه همها وكانت بتضحك. فعلا كانت اعلى درجات الكوميديا في 2010، وده لان برده هم ما استسهلوش في الكتابه، كل شخصيه مكتوبه بحرفيه وكل شخصيه وليها ابعاد. بالنسبه ليا الفيلم دوت هو افضل فيلم عمله الثلاثي في تاريخه. بس كده دي كانت حلقتنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش برضو تدعي لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه ربنا ينصرهم. بس كده، السلام عليكم.